نبدأ بسم الله مستعينا راضيا به مدبرا معينا الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوئ عملي أستغفره وأستعين به على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى يا ربي إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان أعلم أن الله جل وعلا لم يخلق الخلق سدى وهملا بل خلقهم ليعبدوه وبالألوهية يفردوه إنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ المصور صلاة وسلاما على سيد الأولين والآخرين إمام الغر الميامين بدر التمام ونور الظلام ومنقذ الآنام عالي المقام سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله. ايها السادة الاماجد الحضور الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حضرة عموم عائلات ابو عاشور الكرام وجميع السادة الاعلام اصحاب النسب والصهر من عائلة الموقرة، في ليلة تكريم ووداع عميد العائلة طيب الله ثراه حاج محمد احمد عاشور، والذي يواسي العائلة الموقرة في يوم الاثنين الذي ترفع فيه اعمال العباد الى الله، وفي شهر شعبان الذي ترفع فيه اعمال العباد السنوية الى رب العالمين. اضرع الى ربي سبحانه وتعالى ان يكون عمله قد رفع الى ربي وهو عنه راض، وان يسطر اسمه في من اعتقهم ربي سبحانه وتعالى، وان يمن ربي عليه برحمته وقبوله في جنات عدن، انه ولي ذلك والقادر عليه. في حضرة السادة الاعلام الكرام جميع وجهاء مركز ومدينة ابو قير والمحافظة الشرقية والمحافظات المجاورة، تلبية للدعوة الكريمة من الاخ والوالد الكريم وعلم هذه العائلة ورجل الاعمال المعروف حاج محمد متولي صاحب النسب والصهر للعائلة الموقرة، في حضرة السادة الاعلام القراء الاجلاء، العلم القرآني الاذاعي فضيلة القارئ الشيخ ممري محمد شرف، والعلم القرآني الشهير والملقي المجيد فضيلة القارئ الشيخ لطفي علي الشناوي، الشاكر الشواكر على مركز ومدينة ابو قير، صاحب الدعوة الوسطية للدين الاسلامي، والذي تصدر المشهد لسنوات عديدة
ذات حبيب الله الحنيف في الطبقة الوسطية عبر الازهر الشريف ومنابر وزارة الاوقاف واثير الاذاعات المصرية والشاشات العربية، صاحب الفضيلة والمعالي الدكتور صبري عبادة خليل مستشار اول وزير الاوقاف، في حضرة روح اعلام حزب خلق الله جميعا بهذا البلد المبارك المحب للقرآن واهله والمحب للعلم. هذه القرية التي تطلب المسك الزواج والتراحم دائما ابدا، في حضور عالم وعالم القرآن الكريم فضيلة الشيخ محمد خليل احمد عزوز. التلاوة الآن فضيلة القار السيد حمدي محمد شرف، يتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم.
ملك السماوات والله على كل شيء
صدق الله العظيم.
صبر جميلة جميلة ربنا فاغفر فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل
فالذين هاجروا وأخرجوا من في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي صدق الله العظيم.
كان النداء أرض على ربنا، فقال ربي فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. رائعة سورة آل عمران في رحاب هذه التلاوة العطرة التي أمتعنا بها العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمد شنف، نجم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي، والقارئ والمقيم بالملاك مركز أبو حماد، وسط محبيه لعموم عائلات خلف الله جميعا. أمتعنا العلم القرآني المجيد في ليلة تقام تكريما ووداعا لهذه الروح الطاهرة التي سكنت هذا الجسد الطاهر، تعبدت لربها جل وعلا تبتغي رضاه، تقربت الى سنة نبيها ترجو شفاعته، صلى فرضه وارضى ربه، عمل عمارة بيوت الله عز وجل، زائرا لمسجده الحرام، متصفا بصفات واخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، رحل عن عالمنا والتحق بجوار ربه في شهر شعبان المبارك الذي ترفع فيه اعمال العباد الى الله عز وجل في ليلة النصف من شعبان، من علامات حسن الخواتيم، وارجو بذلك ربي جل وعلا ان يكون ليلة وداعه في يوم الاثنين ايضا الذي ترفع فيه اعمال العباد الى الله عز وجل. اسأل له ربي باسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الاعظم وببركة كل ركعة وسجدة ووطأة قدم وطأ بها الارض سعيا الى ما يرضي ربه، عميد عموم عائلات ابو عاشور محمد احمد عاشور عليه رحمة الله جل وعلا. ايها السادة الكرام، اتقدم العموم السادة الحضور الذين توافدوا على المكان من كل البلاد وعلى كل المستويات، الكل في هذه الليلة يتبارى الى مشاركة ومشاطرة العزاء لعموم عائلات ابو عاشور وعموم عائلات نجوم الاماجد لهذا البلد الكريم. باسم ابنائه الكرام جعلهم ربي خير خلف لخير سلف، وكما اطاعوا الوالد الكريم وقضوا حياتهم بين يديه وتحت اقدامه على السمع والطاعة، كانوا خير الابناء لخير والد. زينة شباب عائلات هذا البلد الكريم الاستاذ عادل محمد عاشور، استاذ علاء محمد عاشور، استاذ رضا محمد عاشور، استاذ احمد محمد عاشور. ارجو ربي جل وعلا الا يحرمهم اجر حديث النبي اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، منها او ولد صالح يدعو له. كما اتقدم بالشكر ايضا باسم ابناء اشقائي الكرام والاخوة الاحباب، استاذ حمدي عادل عاشور، استاذ محمود مصطفى عاشور، استاذ عماد حمدي عاشور، اخي الكريم الاستاذ مصطفى حمدي عاشور. كما اتقدم بالشكر ايضا باسم الانساب الكرام والذي لم يتغيروا في اخلاقهم عن العائلة الموقرة، رموزا للادب والواجب وكرم الضيافة وحسن الاخلاق، السادة الاعلام الكرام، استاذ فتحي الهجومي المدير العام للتربية والتعليم والذي نتعلم منه دائما الاخلاق والادب في التعامل، وباسم حضرته شاكرا لرجال التربية والتعليم. كما تقدم بالشكر ايضا باسم الوالد والاخ الكريم رمز الواجب على مستوى محافظة الشرقية الحاج محمد متولي واولاده، شاكرا ايضا باسم عالم التربية والتعليم استاذ محمد منصور وجميع الانساب والاصهار على مستوى هذا البلد الكريم.
شاكرا ايضا لاسم الاخ الكريم صاحب النسب والصهر للعائلة المعطرة، وباسمه شاكرا لجميع اصحاب الفراشات والهندسة الصوتية والخدمات الفندقية باشمهندس اسامة العربي، وشاكرا ايضا لاسم عموم عائلات خلف الله جميعا، هذا البلد الكريم الذي طالما يضرب المثل بالتكافل والتكافل في جميع المناسبات وجميع الامور التي انجحت احوال هذه القرية المميزة. شاكرا باسم علم هذا البلد عالمنا ومعلمنا وقارئنا ومقرئنا فضيلة مولانا الشيخ محمد احمد عزوز. ليلة ترقد حضراتكم من داخل ارقى قصور زيادة المتنقلة التي زينت والالات هذا المكان كما عود اهل هذا البلد الكريم الخالد عبد الفضل خلف الله. شاكرا للهندسة الصوتية المميزة استاذ العربي احمد علي واولاده بمنزل ميمون، والشركة العالمية لتوزيع الكهرباء باشمهندس علي عبد الهادي بمنزل ميمون، خدمات الفندقية الراقية اصحاب الذوق الرفيع اولاد ابو سالم، ادارة المتر الثالث احمد سالم بخلف الله. شاكرا لمداخل وتشريفات هذه الليلة استاذ عزت عفيف ابو داوود هي امين القهرية. ليلة تصدر للتاريخ للمخرج التلفزيوني المعروف باشمهندس محمد النجار. التلاوة السابقة ايها السادة الكرام والتي كانت من سورة آل عمران ذات 200 آية، سورة آل عمران ضمن 29 سورة في القرآن بدأها ربي بالأحرف المقطعة. سورة آل عمران قيل أن بها اسم الله الأعظم، سورة آل عمران التي قال الله عز وجل فيها إن الدين عند الله الإسلام، بل عقب قائلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال الله عز وجل فيها وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ولم يأتي بالقرآن لفظا على نفس الوزن ويؤتي بنفس المعنى إلا كما قال ربي في سورة الحديد سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. إن قرأتها بحذف الواو فعلى أنها فعل أمر من الاستئناف سارعوا، وإن قرأتها بإثبات الواو فعلى أنها عطفا على ما كان قبلها من وأطيعوا الله والرسول. مدد القرآن لا ينقطع أبدا، وأسراره متداولة من قبل ربه، هو حبل الله الممدود كما قال الشاطبي رحمه الله وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حل العدا متحملا وأخلق به إذ ليس يخلق جلة جديدا مواليه على الجد مقبلا. على مائدة القرآن ما زلنا جالسون في عبير قرآن ربنا سبحانه وتعالى. فضيلة القارئ الشيخ لطفي علي الشناوي القارئ والمقيم بخلف الله يتفضل مشكورا.